الله وبركاته حبايبي وحبايب ام حسام الغاليين. هنبدا الفيديو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على رسول الله حبايب قلبي. النهارده هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل بطاطس مطبوخه باللحمه المعصجه، وهنعمل رز حبايه وحبايه. كل اللي معايا واللي يخش يصلي على رسول الله وكل سنه. طبعا بولع لكم البوتاجاز عشان اللي سقعني يتدفى. ايه رايكم بقى؟ مش هرمكم من حاجه، حتى الدفى ادفيكم. حوالي نص كوبايه زيت اهي يا جماعه. بصوا اهي نص كوبايه زيت. انت جايبه جاز كده اللي مقربه كده عشان الكهرباء. آه ومعايا كيلو رز مغسول طبعا، سندس غسلهولي ومقضبهولي. هسخن بقى الزيت عشان ايه؟ هنزل ايه بشويه رز بيتحمروا، وبعد كده بنزل بالباقي. بصوا البطاطس بتتقطع كده يا جماعه. شايفين الحلويات اهو؟ ما تقطعهاش اصغر من كده علشان خاطر تستحمل السوا ما تتهريش. هننزل بكبشه اهو. بصوا كبشه رز، ودي واحده تانية اهي، دي اللي هتتحمر. بصوا كده بيبقى لونها عامل ازاي. بصوا اهي كده، ده الرز حبايه وحبايه. بصوا بيبقى عامل ازاي، مش محروق، محمر. وانا طبعا مهديه النار اهو عليه. هنزل ببقيه الرز. ده كيلو رز اهو كده، انزل بيه. اللهم صل على النبي. مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اعطس، بس انا مش عايزه اعطس، ما اعرفش في ايه. تقلبه كده من تحت لفوق عشان يتشوح بقى كله مع بعضه. محدش يسيب اللي من تحت عشان ما يتحرقش، ما يتلسوعش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نزلنا بالعقد. العقد طبعا بيبقى اعلى من الرز حاجه بسيطه زي ما قلت لكم. اللحمه المعصجه اهي، اللهم صل على النبي، فيها البصل وفيها كل حاجه اهي. بصوا كميه اللحمه، اللهم صل على النبي، نص كيلو لحمه مفرومه اهو. وطبعا حطيت عليه اهو كمان، هي متعصجه بالسمنه، حطيت عليه معلقتين سمنه بلدي بالبركه. هي كانت مجمده في الثلاجه في الفريزر، وكسرتها وحطيت يعني اكتر من معلقتين. وطبعا الطماطم المسبكه، طبعا انتوا عارفين ان انا بسبك الطماطم وبشيلها جاهزه، بتبقى في الفريزر بالبصل وكل حاجه، مسبكاها بالبصل وفيها ورق لورا وحبهان مطحون وكله. عشان كده لما باجي اطبخ ما بخدعش تاني، هي كده متخدعه. هننزل بالطماطم دي على اللحمه المعصجه كده، وبعد كده هشوف لو هي عايزه تانية هحط، بس هي شكلها هتعوز تاني. طبعا انا عامله حسابي هحط لها برده ايه اهي معلقه تانية، عشان انا مش عايزه التسبيكه تبقى كتيره فيها، طماطم كتيره فيها، علشان ما تعملناش حرقان على صدرنا والكلام ده. خد يا سوسو. انا نزلت بالميه المغليه اهي على اللحمه المعصجه والطماطم، وهحطها على البوتاجاز، وبعد كده هنزل بالبطاطس في قلبها. وطبعا هي هتحتاج عقد تاني، ازودها واخليها تاخد غلوه، وبعدين انزل بالبطاطس. نخش على التشريب. هتدخله بسمله على البوتاجاز وتهدي عليه. احط الطماطم عليها المتسبكه، ولو عايز التاني هحط، تشطوني وانا بحط الطماطم كويس كده. حوالي 3 كبشات كده مليانه بالكبشه دي يعني، مثلا طماطم متسبكه جاهزه ومتخدعه، فيها البصل وفيها كل حاجه الطماطم. وحطيت دلوقتي شويه فلفل اسود، وحطيت حوالي معلقه ملح صغيره. لما بقى اقصقص البطاطس وفي الاخر ادوقها، لو عايزه ملح هحط لها ملح، عشان خاطر ما تحطوش الملح وتطلع الحاجه ايه حادقه. هننزل بقى بايه؟ بشويه عقد، عشان البطاطس طبعا هتنزل تستوي والكلام دوت، تبقى عقدها حلو مع اللحمه المفرومه بقى، تديله ايدج. مش قادره اقول لكم على الاكله دي، تحفه تحفه تحفه. معنى الاصح ايه اللي يعني النهارده عملته لحمه، النهارده عملته فراخ، الكلام ده
مثلا لو ربع كيلو لحم، او لو بتعمل له اي اكله بلحمه وفاضيه حته لحمه مفرومه كده كده، شيلوها في قلب كيس في الفريزر. تيجوا بقى في يوم تاني يعني يبقى في توفير شويه، يعني اليوم ده بيشيل ده، تروحوا بقى بطاطسيتين تقطعوهم كده مكعبات وعليهم شفشق طماطم. لو اللي ما خدعش، اللي مش مخدع طماطم زيي، يجيب بصلايه كده يعني معلقتين سمنه، ويروح محمرها نص تحميره كده، يروح نازل عليها بشفشق الطماطم، وبعدين البطاطس تبقى متحضره، يا دوبك الطماطم تاخد غلوتين كده لما تتسبك شويه. عندكم شوربه راكنينها في التلاجة حطوا، ما عندكوش بتروحوا حاطين ميه مغليه عادي عليها، ما هي لحمه، وبعد كده تروحوا ساقطين البطاطس فيها. وهقول لكم على التكايه الاخيره بقى، يعني في تكايه اخيره للاكله دي اهو. كده بقى ايه، حطيت العيق، استنى العيق دي يغلي وروح نازله بقى بالبطاطس. حتى السمنه اللي على الوش اللي انا حطاها لسه ما صحتش. البطاطس اهي اللي انا غسلاها اهي مكعبات. بصوا المكعبه بتبقى كده، يعني بتبقى بصوا مش رقيقه، عشان تاخد السوا هنا ما تتهريش. يا سلام اقسم بالله البطاطس ديت لو في الفطار كمان، انا ممكن الصبح افطر ملوخيه وممكن اكل بطاطس. انا بحب الخضار على فكره، بس مش اي خضار اللي انا ممكن اكله الصبح. انا بقول لكم عليه ده توم يا جماعه مهروس. بصوا حوالي مثلا 5 فصوص توم او 6 فصوص توم كبيره، ويكونوا مهروسين. هتنزلوا بيها كده نيه، وبعدين هنزل عليها بشويه كمون على التوم اهو. بصوا شويه كمون، اديله ادي بقى، مش قادره اقول لكم على الجمال بقى. هي دي التكايه بتاعت البطاطس المكعبات المطبوخه، هي دي التكايه اللي بتخلي البطاطس رايحه في سكه تانيه، ويبقى في خليكي يا ام علاء، شكرا لك يا حبيبتي. ادعي لي يا ام علاء ربنا يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. ننزل بحته سمنه بلدي، طبعا انا حاطه معلقتين في الاول، بس انا بحطها بقى كده. الحاجات دي بتدي شكشكه كده وبتدي طعم وريحه، كل حاجه على السريع على السريع كده. ايه رايكم فيا؟ ان شاء الله ربنا يقويني يا رب واعمل لكم الاحسن والاحسن. تعالي يا سندوسه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى وشك. طبعا خدت الرز ما كانتش كده، كانت متسويه، بس تلاقيها بسمله قلبتها عشان تشوف. بصوا الجمال بقى والحلاوه، الرزايه والرزايه، يا سلام. شايفين الحلاوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي، شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ بصوا اللحمه المفرومه، بصوا اهو، بصوا اللحمه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ شايفين؟ سخنه طبعا، انتوا عارفين ان انا جبانه، كل مره اقول لكم كده انا جبانه. في ناس بتاكل حاجه سخنه كده على طول، ما اعرفش ازاي. لا انا خايفه. امم الله، تحفه تحفه. بس سخن رز جميل، انا بموت في الرز حبايه حبايه ده. الله، الا بقى لو احرق الحله، انا بحب قعر الحله تكون حته مقرمشه كده فيه. لو عجبكم الفيديو الجميل ده، ها ما تنسونيش بقى في اللايكات، اللي ما لحقش يعمل لايكات هنا يخش جوه عندي جوه على القناه ويعمل لايكات بالله عليكم. ما تنسونيش في اللايكات. واشوفكم على خير، واعمل لكم الاحسن والاحسن، وربنا يخليكم ليا ويديمكم عليا يا حبايب قلبي. وشكرا لكل اللي عمل لايك وتعب ايده، وشكرا للي ما عملش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. اوعى وشك وشك مع مع محسن. محسن، اشوفكم في اشوفكم فيديو فيديو جديد. جديد. كلام بيعلق معايا.